تصدق بالله انا ما كنتش ناوي اعمل الفيديو ده، وكنت كاتمه غيظي جوايا وساكته وقلت يا بت بلاش تعملي مشاكل. بس انا قررت اطلع شاهد عليك الناس، لان انت بصي وصلت لي هنا. حب ايه في الدنيا اللي يخلي الراجل يتنازل عن شخصيته، عن وجوده، عن كيان ولا يعني هو ليه احنا كستات ورجاله ليه دايما كده؟ ليه ما نبقاش كده؟ ليه يا اما الست تبقى مسيطره وليا حربوقه، عارفه تجيب اي حاجه هي عايزاها وتاخد اللي هي بتتمناه، يا اما يبقى راجل ظالم مفتري ابن ست تربات تاتو. ليه ما نبقاش حلوين مع بعضينا؟ يجرى ايه؟ شوف يا اخي، انت باعت لي رسالتك من امتى ولسه شايفاها دلوقتي وبالصدفه. المهم ان هو دلوقتي عايز ياخد راينا في جوازته، بيحب البنت جدا وبيتمنى لها رضا ترضى، بس هي عندها شويه تعليقات. انا بحبها يا شاهي، انا مش قادر اعيش من غيرها يا شاهي، انا عايز اتمم الجوازه دي باي شكل من الاشكال يا شاهي، لو سابتني انا ممكن اموت نفسي. قبل اي حاجه بس ما تقولش كلمه انا ممكن اموت نفسي، عشان بس اعصابي. محدش مفروض يموت نفسه عشان خاطر حد، لا راجل ولا ست. عقلوا الكلمه يا جماعه. بحبها وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شوق توصل لها. وصل لها الشوق وبعدين هزقتك، بعد ما هزقتك اشتغلتك، بعد ما اشتغلتك مش عايزين بقى نقول التالتة ايه. بس انا شايفه ان الجواز دي لا تصلح يا ابني، انفد بجلدك، دي وليه مهبوشه. ما تعرفوا على بعض بالطريقه اللي انا بكرهها، اللي هي ايه؟ مش هتكلم. المهم، بعد ما تعرفوا على بعض، قابلوا بعض، خرجوا مع بعض، حبوا بعض. بعد كده قالت هو طبعا عرض عليها الجواز، لان هي يعني علقته بيها جدا يعني، وكانت بتهتم بيه على طول. هو فاقد ده قوي في اسرته، يعني هو دايما محدش بياخد باله منه. هو الولد الوسطاني في عيلته، وطبعا عارفين الوسطاني ده دايما لازم يبقى مهمل. هي الوحيده اللي فهمته وكلمته خلت بالها منه واهتمت بيه يا جماعه. بعد بقى ما اهتمت بيه وكان اولى لقوا كاسكليا في الجمال والحلاوه والطعامه والشياكه، بعد كده اتقلبت بقى. اصل انت بص وانت بتاكل بتعمل ايه؟ محدش ياكل كده ابدا. طيب بعدين، بص بصراحه، اصل انا شايفه ان مامتك مكبره المواضيع قوي. ماشي، وبعدين، اصل بص، انت طريقه لبسك كده لازم تتغير، انت اول ما تقبض تديني مرتب علشان انزل اشتري لك هدوم. وبعدين، ويا اخي بقى بصراحه انا ما بقتش قادره استحمل، باباك بيسيطر في كل حاجه، باباك بيدخل نفسه في كل حاجه، انت ازاي تسمع كلام باباك؟ انا ما فهمتش الجمله دي. يعني الواحد يبقى لا ابن امه عاجب ولا ابن ابوه عاجب، يبقى ابن ايه؟ الجيران، ابن الحيوانات، ابن كلب؟ مش معقول. اصل انت بتدلع اختك الصغيره قوي. هو انت جبت لاختك كذا وما جبتليش؟ هو انت ازاي تخرج اختك؟ هو انت بتوصل اختك ليه؟ هو باباك بيعمل ايه؟ لا، لا يا بابا، دي جايه تتحربق يا حبيبي، مش كده. بص يا اخي، انا بنصر المراه في اي حال من الاحوال، الا المراه دي حربوقه ما تتنصرش. مبدئيا مش مسموح ليها انها تتدخل في علاقتك باخواتك، خط احمر. مش مسموح ليها تقول لك انت تسمع كلام ابوك، ترد قول لها ايوه عشان طمرت فيا تربيه ابويا، عشان انا ابنه. مش تقول لها لا والله سوري انا بقى ولا كده في ايه. وملهاش دعوه بطريقه لبسك، وملهاش دعوه بطريقه اكلك، وملهاش دعوه بمرتبك اصلا. بص لي بقى كده، فوق معايا عشان انت في غيبوبه. اللي بتحبك هتحبك زي ما انت، هتحب عيوبك قبل مميزاتك، تحبك على بعضك. ممكن تحسن من بعض السلوك اللي ما يعجبهاش، ولكن تغيرك وتوصل في الاخر انها تقولك انت اسمك قديم قوي، انت ممكن تغير اسمك. يعني حتى اسمك يا اخي مش عاجبها، ولا عشان هو اختيار ابوك وامك بقى؟ ما هو انا حاسه ان هي نقراها من نقر ابوك وامك بصراحه. شخص على بعضه مش عاجبنا، فاحنا نقول له ماشي انا بحبك وبهتم بيك وي وي وي، تعالى بقى تقدم لي وتجوزني. لما يصدق ويجي عشان يتجوزني اطلع فيه القطط الفطسانه، مش احمد ربنا ان هو صدق ووفى وطلع راجل محترم قد كلمته وعدني ووفى؟ في هنا حاجه غلط، انت مغيب. بص، مفيش حد خالي من العيوب، بس في كده خطوط انت بتحطها في حياتك للناس اللي حواليك عشان ما يتعدوش حدودهم معاك. يعني مثلا اي حاجة مش عاجباها فيك هي كان ممكن تغيرها بس باسلوب لبق، بالراحة. وفي حاجات لا يمكن ان اي حد يتدخل فيها، زي علاقتك بابوك وامك واخواتك، دي خط احمر يا بابي. انت ممكن تعمل اللي يراضيها. لو انت مثلا متعود انك تحكي كل حاجة لاهلك وهي بتحب الخصوصية، ما تحكيش، لان دي اخبارها وهي بتشاركك حياتك. بس لو انت مثلا
متعود انك بتوصل امك للدكتور، بتوصل اختك الدروس، بتقف جنب ابوك في الشغل، بتساعد اخوك، مش ما ينفعش، عيب انها تمنع الحاجات دي. وبعدين لما هي مش عاجبها شكلك ومش عاجبها طريقة اكلك ولا لبسك ولا اسمك ولا اي حاجة من دي، كانت من الاول رضيت بيك وعلقتك بيها ليه؟ كانت عايز تتجوز وخلاص، عايزة عريس وخلاص، فلقيت ان انت عجينة سهلة هي تشكلها على مزاجها، فقالت يلا وليه لا. بس ما ينفعش. اللي عندي ومن الاخر انت تقعد كده تحط لها ايه؟ حدود للعلاقة دي. انا في 1 2 3 4 5 مش مسموح لك تتدخلي فيهم. رضيت وقبلت بيك على كده، الست دي عايزة تعيش وعايزة تفتح بيت، توكل على الله. لكن كل حاجة مش عاجباها وهتعترض عليها هتتعبك، وهتفضل طول ما انت بتحاول ترضيها هي بتحاول انها ترهقك اكتر وتتعبك اكتر. حط ده في دماغك. ومفيش حاجة اسمها اقبض واديها مرتب، الا في حاله واحده بس، لو انتوا بقى بقالكوا سنين مع بعض وعشره وضامنها، وهي بتحوش لك عشان تتجوزوا، داخله لك جمعيات. غير كده مرتبك يا بابا معاك، انت مش متجوزها، انت ولا حتى خاطبها، انت يا دوبك لسه بتتعرف عليها. يعني ايه تروح تديها فلوس؟ من الاخر انت هتكلمها وتقول لها ايه هي حدودك، وافقت يلا روح اخطبها، ما وافقتش السلام عليكم، لان دي مش عايزه تعيش. في حاجه بس والله مش قصدي اهانه يعني، بس في نفسي عايزه اقولها. هو انت فاكر ان انت لما تغير اسمك وتغير شكلك وتغير طريقه اكلك وتغير كل ده علشانها هي هتحبك؟ مفيش ست بتحب راجل ما عندوش شخصيه. مفيش ست بتحب راجل يقول لها سمعا وطاعه حاضر تأمري، والا تبقى ست غير سويه نفسيا. الست بتحب الراجل عنده شخصيه وعنده كرامه، وهو اللي يسوق العلاقه. استهدى بالله كده وسويها على الهادي يا زبادي. حط حدودك وفهمها انه ده غير مقبول، واعمل لنفسك شخصيه وكرامه كده قصادها. هتلاقيها هي بتحبك اكتر وبتنخ وتوافق عليك اكتر، من غير قهر ومن غير قله ادب ومن غير شتيمه ومن غير ما توجهوا لبعض اي اهانات. انتوا المفروض تحبوا بعض بطريقتكم. بعد كده بنعدل بقى سلوك بعض. بعد كده هي مثلا تجيب لك قميص تقول لك انا بحب الستايل ده قوي، تبعت لك صوره مثلا اوتفيت كده حلو تقول لك الاوتفيت ده هيبقى لذيذ قوي عليك، لكن تقول لك في وشك انت لبسك مش حلو بديني اجيب لك، في حاجه غلط في دي ست فيها حاجه غلط بجد مش بهزر. طريقه اكلك مش عاجباها، ممكن تجيبها لك بطريقه شيك. حبيبي بص احنا ممكن بس تاكل بالراحه، بعد اذنك انا ما بحبش الفرافيت حوالينا، معلش ممكن بعد اذنك تاخد بالك ما تطلعش الاكل بره الطبق. لكن انت لازم تغير طريقه اكلك؟ لا مش لازم. انا كده انا هفرفد بسبب ومن غير سبب، عاجبك ولا مش عاجبك؟ وصدقني بعد كل ده لو هي سابتك انت الكسبان، واوعى تعيط عليها واوعى تزعل ان انت خسرتها، لان اللي زي دي خسارتها مكسب.